التيك توكر دي تعالوا نسميها ملك. في يوم كانت في سريرها وبدأت تشوف الكائنات الغريبة دي وبدأوا يتكلموا معاها. ملك هي بنت جميلة وهادية عندها 14 سنة، وهي بتروح لمدرسة برايفت، مدرسة غالية جدا في أمريكا، وهي كمان من كتر شطارتها هي رئيسة الفصل. من وقت للتاني بتعمل تيك توكس كتير وكلها عبارة عن ليب سينكينج أو رقص. ملك فوق ده عندها أخت أكبر منها، تعالوا نسميها آية عندها 19 سنة وعندها عجز بتمشي على كرسي متحرك. وملك وآية بيحبوا بعض جدا ودايما بيقضوا وقت مع بعض لذيذ، وملك دايما بتقرا لها كتب وقصص، وكانوا لذاذ وفرحانين مع بعض جدا. وفجأة بدأت فيديوهات ملك على تيك توك تبقى غامضة جدا وتبقى دارك، والسبب ان اصحابها في المدرسة بدأوا يتريقوا عليها كتير جدا ويتنمروا عليها، وبدأ يبقى عندها توحد، وبدأ يجيلها أفكار غريبة جدا زي إنها مثلا مش بنت، هي ولد، بتقول لنفسها إن هي ولد. وبدأت تخش في مود الأفلام الرعب وبدأت تتفرج على أفلام رعب يوميا، وبدأ يبقى عندها أفكار مظلمة. وفي يوم ملك قضت يوم عادي خالص، راحت المدرسة، خلصت المدرسة، رجعت على البيت، نزلت فيديو على تيك توك، ووقت النوم كله في البيت نام، إلا ملك فضلت في السرير عمالة تتقلب ومش عارفة تنام. وهو ده الوقت اللي بدأت تشوف فيه الكائنات الغريبة دي وبدأوا يتكلموا معاها. وملك فعلا محبتش اللي بيحصل وبدأت تخاف بجد، والكائنات دي حاولت تتواصل معاها وبدأوا يتنمروا عليها وبدأوا يقولوا كلام عنها وحش وبيسخروا منها على موضوع إن هي مش عارفة هي ولد ولا بنت. ولما حاولوا يتواصلوا معاها بدأوا يقولوا لها ويوسوسوا لها إن هي تأذي نفسها. فملك قامت من على السرير واتسحبت جوه البيت ووصلت لحد المطبخ، طلعت من المطبخ سكينة كبيرة جدا، وملك من كتر الضغط اللي كان عليها لفت اتجاهها لواحد من الكائنات الغريبة دي أو من الشياطين دي، وبدأت تغزه بالسكينة كذا مرة، طعنته حوالي 5 مرات. وبعد ما بطلت فجأة ركزت كده وبصت ولاحظت إن هي ما كانتش بتطعن واحد من الشياطين دي أو من الكائنات دي، وكانت بتطعن أختها آية. وملك ساعتها على طول كلمت 911 اللي هي الشرطة، وطلعت لهم بره عند الجنينة، وأول ما وصلوا من غير كذب اعترفت على نفسها. وأول ما الموضوع كبر واتعرف كل الفولورز اللي عندها في تيك توك استغربوا جدا من اللي حصل، وساعتها الموضوع راح للمحكمة، والمحاميين بتوع ملك قعدوا يدافعوا عنها بالقصة اللي أنا حكيتها لكم دي، إن ملك كانت بتهلوس وإن كل دي كانت هلوسة وكانت بتعاني من التوحد. ولكن من الناحية التانية النائب العام كان بيقول إن كل ده هري، إن كل ده كذب، وإن ملك مهووسة بفكرة القتل، وإنها ما عندهاش أي ندم بقتل أختها. وحكوا إن لما كانت هي في الحجز مع الشرطة تليفون من تليفونات الضباط رن، وكان الرينجتون بتاعته كانت الرينجتون بتاعت هالوين. وملك ضحكت ساعتها وهزرت وقالت أنا قلبت مايكل مايرز على أختي، كنت عاملة زيه لما قتلتها. وفي مرة تانية في الحجز الشرطة جابت لها ماكدونالدز، وهي بتاكل قعدت تضحك وبتقول ده أنا لو كنت عرفت إن انتوا هتجيبولي ماكدونالدز لما أقتل حد كنت قتلت حد بدري. وطبعا النائب استخدم كل الأدلة دي ضدها، ولكن في الآخر النائب والمحامية اتفقوا إن ملك تعبانة نفسيا، وفي الآخر تم المحاكمة على ملك كواحدة بالغة، واعترفت على نفسها في جريمة قتل من الدرجة الثالثة، ودي صورتها وهي شكلها في السجن، واتحكم عليها من 14 ل 40 سنة سجن، ولحد دلوقتي مش عارفين ايه السبب لقتلها أختها.